السلام عليكم. يسعد لي أيامكم إن شاء الله وتكونون مرة بخير. وحاب أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، والله يبلغنا الشهر الفضيل إن شاء الله، شهر رمضان المبارك وأنتم بأحسن حال. أسعدتوني ودخلتوا الفرحة في قلبي الصغير الذي لا يتحمل. سعدتوا جدا بالتهنئات الحلوة، قريتها من أولها لآخرها. ناس رائعين، ما تجي منهم إلا الأشياء الحلوة والرائعة. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نكون مع بعض لآخر المشوار، والله لا يغير علينا وتدوم هالمحبة بإذن الله. شهر رمضان المبارك. قبل لا أتكلم عن الشهر، في حاجة عملتها الفنانة الرائعة بلقيس، حملة عن ختم القرآن في رمضان. ففكرة جدا رائعة، وفكرة ومبادرة حلوة، يعني إنه كل واحد فينا يختم ولو مرة في الشهر، يختم القرآن كامل في شهر رمضان. شهر رمضان شهر خير، وشهر يعني غني عن التعريف، إنه الواحد يحاول يستغل بقدر الإمكان بالأشياء الحلوة، لأن شهر واحد وحيعدي. صحيح إنه راح نقول ما راح ناكل المغرب وتفكيرنا كله يروح على المطبخ، بس نحاول بقدر الإمكان نستغل الشهر هذا. شهر حيعدي، أول ما نقول أول يوم راح يكون ثقيل والناس تعبانة وما تعودت، يعني متعودة تاكل وزي كذا، بس راح يمر مرة بسرعة. فالمبادرة حلوة، وأنا إن شاء الله راح أكون برضو معاكم في هذه المبادرة بإذن الله. واللي زعلان من أحد، اللي ترى شهر تسامح وما نبي زعل، تاج وشغلات يعني تاتش، وترى ما الدنيا ما تسوى. بالعكس نحاول نستغل الشهر هذا إنه انطلاق، إنه إحنا نكون كلنا متسامحين، كلنا صف واحد. يعني في شيء احنا في غنى عنه جدا اصلا، يعني عادي. يعني لو انا عشت يومي مبسوط وما حد زعلان مني، بالعكس يعني لو حطيت راسي وانا ماني زعلان من احد، ولا حد شايل علي، ولا فيما معنى الحديث ماني ذاكره، انه الصحابي اللي كان دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا من اهل الجنة، فاستغرب الصحابة انه ليش هذا من اهل الجنة. فواحد من الصحابة راح بيته، عمل نفسه انه هو مسافر او شيء زي كذا معنى الكلام، قاعد عنده بالبيت 3 أيام أساس يشوف هذا ليش، يعني ليه داخل الجنة ذا، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه هذا راح يخش الجنة. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ما شفته وش سوى ولا شيء. قال له بس لا عفوا، رجع نفس الصحابي سأله قال له أنت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنك أنت راح تدخل الجنة، أنا ما شفتك أنت سويت شيء كبير يعني أنت. فقال له أبدا، أنا ممكن تلاقيني بسيط في أموري زي كذا، بس أحط راسي على المخدة وأنا ماني شايل على أحد ولا حد زعلان مني. فيعني ناخذ الحكمة من الحديث هذا، يعني أتوقع أنه شيء راح يكون جدا حلو. وبعد رمضان العيد وابتسامة وكل العالم فرحانة وما حد زعلان إن شاء الله. شهر رمضان طبعا نحاول تغريدات وتويتر وتاج وشون زي كذا نخفف شوية، نستغل بشكل أحلى، وإن شاء الله في مفاجآت حلوة برمضان، وفي ممكن عمل بسيط كذا راح أعمله إن شاء الله رمضان كمان. أشكر برضو الرابطة، هي اللي عملت الفكرة هذه وجمعت كل التهنئات. يعطيهم ألف عافية، ويعطي كل شخص قاعد يجتهد لهذا للتاج، للرابطة، لأي شيء، يعني للجمهور، للمنتدى، للتويتر، الانستغرام، الكيك، كل العالم اللي قاعدة تجتهد عشان تحبني. فأنا أقول لهم أن أنا أموت عليكم، يعطيكم ألف عافية على جهودكم. بالعكس أنا ترى فعلا كل شيء أشوفه يعني، بس مبسوط، يعني من داخلي مبسوط، يعني أبغاكم تتأكدوا من هذا الشيء فعلا. طبعا راح أرجع بالنهاية أقول على الموضوع المنتدى، على موضوع الحوار اللي تكلمنا عنه. إن شاء الله راح يكون الحوار بكرة بإذن الله، الساعة 6 المساء راح نكون مستعدين للموضوع، و7 إن شاء الله بإذن الله راح نبدأ الحوار. الحوار فين راح يكون؟ راح يكون عن يعني راح يكون عن أموري الفنية، عن مشواري الفني، أشياء اللي تخصني أنا. الحياة الشخصية خلوها على جنب شوية، يعني فيما بعد أنتم ما شاء الله عليكم أصلا تعرفوني أكثر ما أنا أعرف نفسي، يعني أنا كل يوم أتفاجأ، يعني ما شاء الله تبارك، مرة ما شاء الله تبارك الله. فأنتم تعرفون عني أشياء ممكن أنا ما أعرفها، فنخلي الأمور الشخصية على جنب، نتكلم في شيء ممكن إحنا نستفيد. في ناس ممكن شايفين أشياء يبغون يبدون آرائهم في أشياء ممكن أنا ماني منتبه لها، في الأمور الفنية، البوم، سناقل، أي شيء، أو ممكن أنتم تفتحون موضوع ونتبادل فيه الحوار. وفي قوانين مسويتها إدارة المنتدى،
أتمنى أنكم تقرونها بس وتركزون عليها قبل لا نبدأ الحوار، عشان يكون الحوار مترتب يعني، ونطلع بشيء حلو يعني. إنه إحنا عملنا حوار وطلعنا بنتيجة منه، مو عملنا حوار وطلعنا من غير حوار. المهم، فبنهاية الفيديو أقول لكم يعطيكم ألف عافية، وبس. ما في شيء أنا حافظه يعني، بس كذا خلاص تمام صح. كات. يا ربي إنك أنت الواحد الأحد، يا ربي إنك أنت المفرد الصمد، ما لي سواك وما لي من ألوذ به، وليس غيرك يا ربي لي السند. لقد وقفت بباب الله ملتزما به ألوذ، وزال الهم والكمد. لقد وقفت بباب الله ملتزما به ألوذ، فزال الهم والكمد. يا ربي عفوا، يا ربي عفوا وإحسانا ومغفرة، ومغفرة واكشف من الضر عني كل ما أجد.